السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احنا النهارده هنتكلم عن دوري ابطال افريقيا. لما نيجي نتكلم عن دوري ابطال افريقيا فهو ما بين الاهلي وما بين الوداد. والاهلي والوداد من تاني في نهائي دوري ابطال افريقيا للمره الثانيه بعد السنه اللي فاتت طبعا، وفرصه جديده للاهلي ان هو يثبت ان هو زعيم افريقيا وان هو الزعيم الوحيد في افريقيا، وفرصه للوداد ان هو يثبت انه حامل اللقب ويحافظ عليه. انت دلوقتي بتاخد مرتين دوري ابطال افريقيا ورا بعضيهم، فانت كده بتعادل الاهلي. المره الرابعه ليه على التوالي ان هو يوصل نهائي دوري ابطال افريقيا، والمره السادسه ليه في اخر 7 سنين، وده طبعا رقم تاريخي ما تهيأليش ان هو اتكرر قبل كده. لما نيجي بقى نتكلم عن النهائي، انت دلوقتي النهائي اللي فات كان ما بين الوداد وما بين الاهلي، واتلعب برضه في الارض بتاعت الوداد بس. دلوقتي بقى انا لو هاجي اكلمك عن النظام الجديد، تلعب ايه؟ ذهاب وعوده. ذهاب وعوده ما بين الاهلي في ارضه وما بين الوداد في ارضه. هو الاهلي والوداد تمام. الماتش النهائي دوت بيمثل ان هو الوداد يثبت ان هو فعلا قادر ان هو ياخد دوري ابطال افريقيا ويكسب النهائي، حتى لو الماتش مش على الارض شبه السنه اللي فاتت. وطبعا شبه الفضيحه اللي حصلت السنه اللي فاتت ان هو يبقى نهائي على ارض فرقه من الفرقتين، وده مش هيحصل طبعا السنه دي. ودي فرصه للاهلي طبعا ان هو يثبت ان هو حامل اللقب طول عمره، وان هو اذا كان وان فعلا الماتش اللي فات دوت النهائي اللي فات هو فعلا اتظلم فيه لو كسب ده، انما لو خسر فهو كده بيقول للوداد انت زعيم افريقيا الحقيقي. كده وكده بقى بيبقى الموضوع 50-50. انت بتلعب ماتش على ارضك، ماتش وسط جمهورك، وماتش على ارضهم وسط جمهورهم، فالموضوع هيبقى ايه، متساوي لحد ما. بس لما بنيجي نتكلم عن كل محللين الكوره وكل الناس اللي بتتكلم في الكوره، فبتقول لك ان احسن فريق في افريقيا حاليا هو الفريق الاهلي، والاهلي هيكتسح الوداد. بالنسبه بقى للوداد فهو مش يعني ايه، مش الفريق المنافس بالنسبه للاهلي في الوقت الشباب 2017 و18 و19. الكلام دوت بقى مش هيتعدى تاني على الأول اظن. لو هنيجي نتكلم بقى عن جانب التشكيله والكلام دوت، عشان في كلام كتير جدا في التشكيله. احنا دلوقتي بنبدا من حارس المرمى. عندنا الشناوي مصاب، عمود من اعمده الفرقه. طبعا الشناوي مصاب دي كارثه بالنسبه للنادي الاهلي في كل البطولات، اذا كان في الدوري او اذا كان في دوري ابطال افريقيا. طبعا احنا خلاص خلصنا الكاس بتاع مصر، ولسه كاس مصر اللي هو بتاع السنه دي، فده كارثه لان الشناوي زي ما احنا قلنا عمود من اعمده اسمه الفريق ونقطه قوه فعلا وبيفرق. وغير كده اصلا الاهلي بدا دوري ابطال افريقيا في المجموعات مش احسن حاجه، بدا في ان هو بيوصل ماتش على ارضه تمام، وبيروح بيخسر ماتش ومش الفرقه مش فايقه ان هي توصل لدوري ابطال افريقيا النهائي تمام. ودلوقتي هو وصل النهائي، فهو الاهلي زي ما هو معودنا طبعا ان هو بداياته ما بتبقاش احسن حاجه، بس في الاخر بيحقق اللي احنا عاوزينه، وان شاء الله يقدر يحقق ان هو يحقق اللقب في ظل ان هو فايق دلوقتي، وان السكواد بتاعه جامد تمام، والفرقه اللي هيلعبها مش في احسن فترات حياتها، مش شبه 2017 و2019 اللي هي كانت تقريبا احسن فرقه في افريقيا الوداد. دلوقتي بقى هي مش فايقه وعندها اصابات، فدي فرصته. نيجي نتكلم دلوقتي عن التشكيله المتوقعه، فاحنا بنتكلم عن طبعا حراسه المرمى هيبقى موجود فيها علي لطفي او مصطفى شوبير. لكن مصطفى شوبير طبعا بعيد كل البعد عن المشاركات وكده، وشفنا علي لطفي بيلعب في الدوري، وشفنا ان هو لعب ماتش كويس جدا وكمان في دوري ابطال افريقيا الماتش الاخير دوت اللي احنا كسبناه 1-0. فالموضوع يعني ايه، هيبقى سهل بالنسبه لعلي لطفي ان هو يشارك ويبقى موجود في الماتش. هنبدا بقى بخط الدفاع. معروف طبعا هو يعني محمد هاني في اول موسم ما كانش فايق تمام، وما كانش بيلعب في احسن حاجه في احسن فتراته تمام، لكن دلوقتي هو بيثبت ان هو باك جامد وان هو فايق وطبعا رضا على كولر تمام. كولر اللي له دور كبير جدا 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 في الاهلي طبعا فوائد تمام. وخط الدفاع معروف طبعا عبد المنعم وياسر، وبنتكلم عن علي معلول. علي معلول بقى، احنا لما بنيجي نتكلم عن علي معلول يا جماعه، علي معلول احنا كنا يعني، ومش قصه كده، قصه ان علي معلول كنا بنتكلم ان ملوش ادوار دفاعيه. علي معلول ما بيدافعش، علي معلول قوته كلها اسرع دليفري في مصر، اللي بيوصل لك كوره، اللي بيقتحم من نص الملعب، اللي بيخش لك، اللي بيعمل لك اوفرات، اللي بيدخل لك اجوان في اخر الدقائق، اللي بيلعب لك ضربات جزاء. كل الكلام ده كلام جميل وكلام رائع جدا، واي واحد يتمنى ان يبقى عنده باك شبه ده، لكن الجانب الدفاعي مش موجود. وانت كباك شمال اهم حاجه عندي ايه؟ لولا صح، الدفاع. دي اهم وظيفه ليه تمام، بس لولا ان هو مش احسن حاجه في الدفاع كان هيبقى ممكن يروح يلعب في الدوري الانجليزي، كان لعيب عالمي فعلا بجد يعني. هو لولا ان هو بس حته الدفاع مش كويس فيها تمام، وكان بس يبقى ايه يعني، يبقى عادي بس فاهماني، مش اللي هو اقل من العادي. علي معلول اقل من العادي في حته الدفاع، ممكن لعيب سريع يعدي منه ينقصه عادي.
بس دلوقتي يا جماعه ما بقاش فيه كوارث، يعني ما بقاش فيه كوارث بتلاقي ناحيه اليمين. لقيت ان بقى حصل نضج دفاعي موجود عند علي معلول. علي معلول بقى بيعرف يدافع، علي معلول بقى بيعرف يستخلص الكوره، علي معلول بقى بيعرف يسند مع الدفاع كويس. ما بقتش تبقى مضغوط قدامك ان انت تلاقي مثلا عبد المنعم عليه اثنين، او ياسر ابراهيم لو بيدافع ناحيته بيبقى عليه اثنين جايين عليه اللي هو الجناح، وبتلاقي كمان ايه خط النص، وبتلاقي المهاجم. فالموضوع بقى اسهل شويه، الموضوع بقى تحس ان هو بقى ماشي بسلاسه. ولما بنيجي برضه بنتكلم عن خط النص طبعا الاسطوري رائع، مستوى اليو تاني ديانج. خالص. طبعا اليو ديانج وحمدي، والاحسن صفقه تفاح. في الاهلي الموسم دوت، احسن صفقه في مصريه يعني، مروان عطيه. مروان عطيه. وطبعا اللعيب اللي زي ما قلنا هو احسن صفقه جت في مصر، في مصر، ولعيب جامد جدا ولعيب فايق، ومش اي حد، ومش معنى ان اللعيب حلو ان هو يقدر يلعب في الاهلي. تمام، في لعيبه كتيره جت الاهلي جامده وما قدرتش ان هي تلعب في الاهلي. تمام، وجت يعني هي كانت متالقه، جت في الاهلي قلت، بعد كده مشيت من الاهلي بقت متالقه تاني. تمام، فمش اي حد يلعب بشيله الاهلي دوت. ففكره ان اللعيب شبه مروان عطيه ده يقدر ان هو يلعب بشيله الاهلي ويبقى كويس اذا كان فيه او بره، فدي حاجه جامده جدا طبعا، وده برضو السبب في مراسيل كولر. يا جماعه مروان عطيه يا جماعه لما نيجي نتكلم عليه، مروان عطيه عامل شبه الكريزه اللي اتحطت على التورته. فعلا النادي الاهلي كان ناقصه واحد شبه مروان عطيه. كنا بنقول اليو ديانج ومش عارف ايه وبتاع، بس اليو ديانج الجانب بتاعه الدفاعي والجانب الهجومي كان بينقصه اللي هو بيعمل مس باصات كتير جدا، ما بيعملش باصتين على بعض صح. يعني هو بيدي كوره لو اداها صح ما بيستلمش الثانيه، ما بيعملش 1 2. قصه ال 1 2 دي مش موجوده عنده. قصه ان هو مثلا اتحسن كتير على ايد مين برضه؟ كولر. ودلوقتي هو طلب انا عايز ده، عايز اللي هو مروان عطيه. ليه مروان عطيه؟ مروان عطيه بينقل لك كوره كويس، بينقل لك كوره من اليمين للشمال، مروان عطيه بيهاجم، مروان عطيه شفناه بيشوط من بعيد، ودي كانت حاجه ناقصانا جدا، ما كانش عندنا غير عمرو السوليه اللي بيشوط من بعيد هو، واليو ديانج كان يعني في الاول خالص كان بيعرف يشوط من بعيد وكده، لكن مستواه متراجع شاب طبعا جدا. لكن مروان عطيه دلوقتي بيأدي ادائهم كله، وبيعرف كمان بيزود عليه الجانب الهجومي وبيزود عليه الشوطات من بعيد، فعامل يعني حاله جميله جدا جدا، بالذات مع حمدي فتحي. حمدي فتحي في الجانب الهجومي بقى يزيد مهاجم تاني، يقلب لك جناح تاني، ممخول الدفاع اللي بتلاقيه بيلعب قدامه. يعني الصراحه خط النص ده خط نص عالمي بصراحه. هو عاملين زيادات هجوميه، وبيفهمك ان انا مش جاي ادافع، انا جاي اهاجم وجاي اكسب وجاي العب كوره وجاي امتعك وجاي اعمل كل حاجه. فبنيجي بقى نتكلم عن الجانب الهجومي. الهجوم طبعا بالنسبه لي هو النجم بتاع الفريق. تاو الصراحه بقى لعيب اقل من العادي، وقلنا ازاي اصلا ده كان بيلعب في الدوري الانجليزي، وكان بيلعب حلو في الدوري الانجليزي. تمام، ويجي عندنا يبقى عامل كده هو. تمام، بعد كده دلوقتي تقريبا هو النجم الثاني للفرقه. تمام، وليه دور كبير في المكسب. تمام، ويبقى ليه دور يا هو جاب الجول يا هو صانع الجول. تمام، فهو لعيب جامد جدا. تمام، ودلوقتي فايق برضه على ايد مارسيل كولر هو الصراحه اللي هيخلي الاهلي دلوقتي يلعب كوره، وهيخليه يجيب بطولات. يعني البطولات دي متعودين عليها، بس هيخليه يلعب كوره بقى احسن من موسيماني كان بيعرف يجيب البطولات من الناحيه الدفاعيه، وكمان كان يعني في شويه متعه صغيرين. لكن كولر لا، كولر بيلعب كوره حلوه، يعني بيعرف اللي هو ايه يمتعك وهو موجود في الملعب. تمام، احنا بقى بنيجي نتكلم عن كهربا في خط الهجوم كمان. كهربا يا جماعه لا، هو فعلا اثبت لك ان المهاجم مش مجرد ان هو بس ايه يخبط لك الكوره يدخلها جون، ولا اللي هو لا، هو بيمتعك بتحركاته، بيمتعك بلعبه، كمان بيهدف وبيعمل حاجات كويسه جدا. طبعا هو في اخر ماتشات عشان ما احنا شفنا كان في انفرادين طبعا لازم مؤكدين ان هم يخشوا جون، ومش هيغفروا له طبعا، لان هو كانوا هيأثروا جامد جدا في نتائج المباريات اللي فاتت. لكن انت بتلاقي فيه يعني مثلا الكوره اللي عملها مثلا مع الترجي لما وقع على الارض بعد ما هو ضيع الانفراد، واحد غيره يعني لو محمد شريف هيسيب الكوره خلاص وهيقوم تلاقيه ماشي كده وعمل كده ومش عارف ايه، لا التاني وقع على الارض. وصالح حسين الشحات عملت هجمه خطيره كانت هتخش جول لولا المدافع طلعها وعمل كورنر طبعا. فكان الايه في حته كده اللي هو ايه انا مكمل لغايه الاخر، انا هجيب اخرها، انا عايز اجيب اخرها عشان الكوره ديت ممكن تنتهي في اي لحظه بجون. فانا بحب الحته دي فيه جدا. هو بس احنا برضه انا شايف ان احنا محتاجين مهاجم جامد قوي يخلص ما يضيعش حاجات. يعني كهربا كان بيضيع انفراد من قيمه في الماتش اللي فات. تمام، اما كسبنا 3 على الرجوع تقريبا على ارضها. تمام، فضيع انفراد ما يضيعش. يعني انت اصلا داخل على حارس باوره
20 ولا حاجه، ما ينفعش تضيعها. كان لا والله انت شفتها ار تي جول، شفتها في خرم جول، شفتها باور، شفتها وانت عامل كده هو وبوز وخلاص جول، فاهمني؟ فانت شفتها بطريقه غريبه، عايز تحلوها وتعملها لوب وانت اصلا ما بتعرفش تعمل اللوب، تمام؟ فدي ما ينفعش خالص، وانت بتلعب في نادي ما ينفعش تلعب هو في الحاجات دي. قبليها كان جايب لوب عالمي لما الحارس طلع له وكان هو سند الكوره من بعيد وراح حاطط له ما هي جت مره، فاهم انت؟ يعني دي بقى اسهل، يعني حاجه مثلا كان طلع له كان واقف على الخط، فانت اي زاويه مش لوب، لوب اللوب بتبقى كده اهوت، انت ممكن تعملها كده اهوت تشوطها اصلا فوق، يعني تشوطها في سقف الجول عادي، فاهمني؟ فدي حاجه سهله ما ينفعش انت تضيعها. وانا شايف برضه ان احنا محتاجين مهاجم جامد، عشان الوداد عندها مهاجم بيخلص، مهاجم بقى ما بيهزرش، الكوره مثلا من نص فرصه بيهدف، تمام؟ مهاجم جامد، تمام؟ وعايزه لنا جامد قوي قوي قوي، والله يكون في عون عبد القادر، عبد المنعم وياسر، تمام؟ معانا رجاله، فهو ده مهاجم جامد، واحنا شايف ان احنا محتاجين مهاجم بيخلص بقى. ومعانا طبعا الوينج الشمال اسمه ده عبد القادر، وكده نبقى خلصنا ايه التشكيله كلها. هم طبعا مجبرين على عبد القادر، عبد القادر بقى له المستوى بتاعه متراجع، بس ايه ما عندناش غيره تقريبا وينج شمال، والقندوسي بيلعب خط نص دلوقتي ما بيلعبهاش ايه وينج شمال. لما نيجي بقى نتكلم عن التوقع، تتوقع ايه هنا وهناك الدنيا هتبقى ماشيه ازاي؟ هو زي ما قلنا الظروف في صالح الاهلي، الاهلي ايه؟ ان هو الاهلي فايق وجامد، تمام؟ والسكواد بتاعه قادر ان هو يقدم احسن ما عنده، تمام؟ والمدرب كولر قادر ان هو يخليه يجيب له البطوله بسهوله، ان هو يلعب بطريقه منظمه تخليه قادر ان هو يهاجم صعب ويدافع صعب، تمام؟ وفي الظروف الثانيه طبعا بتاعه الوداد، فهو زي ما قلنا هو مش احسن فتراته، تمام؟ في عنده لعيبه جامده بس عنده غيابات، تمام؟ ودي ما تهيأليش يعني ان هو قادر ان هو يجيب بطوله، بس هو طبعا برضه وارد طالما الكوره في الملعب وارد ان هو يكسب، بس انا متوقع ان الاهلي ان شاء الله، انا متوقع الاهلي يكسب وانا عاوز الاهلي يكسب ان شاء الله. يعني كام هناك وهنا؟ ممكن على ارضنا 1-0، وهناك او لا على ارضنا 2-0. وهناك هو بص، هو على حسب الاهلي ماتش هيتلعب الاول، يعني لو اول ماتش عندنا فاحنا هنكسب 2-0، وهنروح هناك هنتعادل 0-0. هو غالبا اول ماتش على ارضهم. خلاص على ارضهم ممكن نتعادل 1-1 على ارضهم، وعلى ارضنا نكسب 2-0. انت دلوقتي توقعت اول ماتش على بص اقول لك على حاجه، انت توقعت اول ماتش على ارضنا 1-0 لينا، وعلى ارضهم 1-0 لينا برضه، هنخلص 2-0. هنعمل كده زي برضه هنخلص 2-0. ممكن مثلا ايه يعني لو مثلا ايه فاضل ربع ساعه في الحجز ولا حاجه نلعب ضربه جزاء.